السلام عليكم. الحلو النهاردة جلاش بطريقة سهلة جدا وسريعة. هتحضروها كده قبل المغرب، هتلاقوها جاهزة على الفطار. ما بتاخدش وقت خالص في تحضيرها. يلا مع بعض نشوف الطريقة ايه. هنا بحضر للشربات، معايا كوب مية وكوب ونص من السكر. هرفعهم على النار، ومعاهم عصرة ليمونة ونص معلقة صغيرة من الفانيليا. طبعا الشربات بعمله في الأول لأن الشربات عايزاه يكون بارد مش سخن. ودلوقتي هحضر الجلاش، معايا لفة جلاش كاملة. هفردها وبعدين هعكس اللفة بالعرض زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ ألف رول من غير ما ادهن سمنة ولا أي حاجة. زي ما هي كده بلفها رول، وبعدين بجيب صينية الكب كيك وهبدأ أقطعها قطع متساوية. وهدهن قوالب الكب كيك بالسمنة عشان هرص الجلاش فيها. ودلوقتي حطيت الجلاش وهدهن كمان من فوق سمنة. لفة الجلاش دي أخدت معايا معلقتين كبار من السمنة. وبعدين هحطهم في الفرن. طبعا الجلاش ما بياخدش وقت كتير، بمجرد ما بيحمر كده من الجناب بخرج الصينية وبلف كده اللفائف. بتتلف معايا بسهولة لأن فيها سمنة فمش بتلزق. طبعا هنا أنا قلبتها العكس عشان تاخد لون من الجنبين. ودلوقتي هسقيها بالشربات البارد. يفضل كمان نعمل الشربات أو السيرب بكمية ونحطه في التلاجة، لأن معظم الحلويات اللي بنعملها بتبقى عايزة شربات بارد. هتوفر معاكم في الوقت كتير. تقريبا مفيش غير البسبوسة بس هي اللي شربتها على السخن. بعد ما سقيتها شربات هي كده تعتبر جاهزة. تقدروا تاكلوها سادة، أو تحطوا عليها مكسرات أو شوكولاتة أو كريم شانتيه زي ما تحبوا. دلوقتي شلتها من القوالب وهزينها بالكريم شانتيه، أو ممكن زي ما قلت لكم مكسرات بشوكولاتة أي حاجة. وعايزة أقول لكم كمان طعمها وهي سادة بيبقى جميل جدا. هعمل لها كده روزيتات من كريم شانتيه.
زينتها بالكريم شانتيه، والباقي عملته بمربى الحليب عشان الكريم شانتيه اللي كان عندي خلص. زي ما قلت لكم التزيين ده براحتكم خالص، واللي موجود عندكم اعملوا بيه. وعلى فكرة هي طعمها سادة برضو طعمها جميل جدا. وكمان رشة مكسرات كده من فوق وكريز مقطع صغير. وده كان الحلو النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير.